بالتالي انك قريبه جدا من المسيرات اللي بتتحرك من منطقه العباسيه ومتجهه الى وزاره الدفاع. يا ريت تقول لنا ايه اللي بيحصل عندك بالظبط. مساء الخير يا شريف، انا بالفعل متواجده بالقرب من المسيرات، فانا الان عند مدخل ميدان العباسيه تحديدا تحت كوبري 6 من اكتوبر. من حوالي 5 دقائق على اقصى تقدير دخلت مسيره متجهه من ميدان التحرير الى ميدان العباسيه، المسيره الرابعه حتى الان، وخلال ساعتين فقط او ربما اقل كانت المسيره الاولى هي القادمه من مسجد الفتح بتضم عدد كبير جدا، بعدها مسيره اخرى قادمه من مسجد النور، ومسيره يعني قادمه بتضم عدد يعني ليس كثيرا ولكن بتضم مجموعات من الشباب المختلفه تصنيفاتهم او المختلفه سماتهم، وده اللي كان بيبدو واضحا في كافه المسيرات ال4 مسيرات الى ميدان العباسيه. العدد في ميدان العباسيه لا يمكن تقديره بشكل واضح، والسبب لان يعني منتشرين على طول شارع جامعه عين شمس، بدءا من تواجدهم بشكل مكثف جدا امام ميدان العباسيه لتامين الميدان، والجزء الاخر متواجد بشكل مكثف في ناحيه وزاره الدفاع اللي بتتميز بوجود العساكر وعدد كبير من افراد الشرطه العسكريه، بالاضافه الى ان بعدها بعشرات الامتار مجموعات من عساكر الامن المركزي ثم المدرعات التابعه لوزاره الدفاع. الشارع وزاره الدفاع مغلق من ناحيه الخليفه المأمون، مغلق تماما من ناحيه وزاره الدفاع، ولكن الان هادئه ومستقره جدا. لكن من حوالي ساعتين او 3 ساعات كانت في من بعض يعني الازهريين اللي جم وحاولوا يخشوا الاعتصام، ولكنهم قبلوا يعني ليس على النحو الجيد، فلم يمكثوا طويلا يعني وخرجوا من المقر الاعتصام. كان ايضا هناك تفاصيل الصوره اللي بتتكلم عنها زميلتنا ساره حسين واللي احنا بنتابعها مع حضراتكم فيما يتعلق بعدد من المسيرات اللي خرجت بالفعل. كل ده ما زال بيحدث حتى هذه اللحظة على الأرض. كانت النهاردة طبعا ردود الفعل السياسية أيضا مع بداية اليوم مختلفة ومتعددة. النهاردة كان المفترض أن القوى السياسية، أتذكر جيدا امبارح